أنا اسمي محمود شحادة ظاهر، من بلدة الخاصة، مواليد 1961، مواليد مخيم تل الزعتر. طبعا أنا يعني ولدت بهذا المخيم، وما يعني الصورة اللي بتذكرها زي صورة أي ولد كان يطلع البيوت هاي الصغيرة وشكل المخيم كيف، ويطلع يلعب زي غيره زي الأولاد. الصورة اللي بعد براسي مرسومة هي صورة بسيطة عن ناس كتير كانت تروح كل يوم على الشغل، والصغار كانوا يروحوا على مدرسة الوكالة، ويعني كانت طفولة زي أي طفولة عادية. يعني ما كان فيها شيء إنه سوى إنه تشوف إنه هذا المخيم هو عالمك الكامل، هو كل حياتك هاي اللي أنت بتشوف من خلاله كل العالم. لحد ما دخلت الحرب الأهلية بلبنان فجأة الصورة تغيرت بالكامل، وصرت تحس حالك إنك أنت يعني أنا هذيك المرحلة ما قبل دخول الثورة على المخيم. يعني صحيح إنه المرحلة مش واعيها كتير كونه كنت شوي صغير، بس اللي بوعاه بإنه الناس كانت بالمخيم كانت ببداياتها، لأنه أيام أول ما إجت الناس على المخيم كان المخيم عبارة عن بيوت من التنق والصفيح وغيره هاي الشغلات. وكان المخيم كان الدرك اللبناني داخل المخيم يمنع أي مواطن حتى إنه يبني حجر واحد بالمخيم أو يسحب يعمل له حنفية مي أو أي شيء من شابه هذا. يعني كانت ظروف كتير قاسية على الناس، كانت النسوان تروح تعبي المي مسافات لحتى تجيب على البيت شوية مي، وكانت الحياة بشكل عام ضيقة إلى أصعب حدود. يعني الناس ما كانت تهتم بهاي الشغلات كتيرة، لأنه كانت تتابع بهذيك الأيام الفدائية والثورة والبطولة اللي كانت تسمع أخبارها بالأردن وفلسطين وهيك شغلات. وكان إنه يعني الإنسان الفلسطيني بهذيك الفترة كان كل الشباب الفلسطيني يهربوا هون وهون وهون، يهربوا يروحوا على الثورة على الأردن وغيره. كانت الناس الشباب مشغولة بهذا الشيء، والكبار كانوا مشغولين كيف بده يرتبوا أمور أولادهم وكيف بده يحسنوا من حالهم شوي صغيرة. والصغار بيطلعوا يلعبوا بأكياس فوتبول، يعملوها أكياس خيش وأواعي يعملوها فوتبول يطلعوا يلعبوا فيها. يعني يعني كانت الأمور فيما لو إنسان قاسى نسبيا لظروف كانت يعني ماشي الحال، كون الناس كانت تروح تشتغل. كان في جنب المخيم في كتير مصانع ومناشر ومعامل، كانت الناس تروح تشتغل وتترزق وتعيش وتحاول تربي أولادها بهذيك الأيام وتقبل. كان الإنسان يقبل باللي موجود قدامه، رغم إنه يعني في كتير ظروف لا يقبل فيها العقل، لكن كان الإنسان مضطر إنه يقبل فيها. الناس كانت تضطر تقبل فيها. والناس كانت بالمخيم عبارة عن ناس بشكل عام ناس طيبين وكويسين، وناس مقهورين مطرودين من أرضهم. ويعني كانت بهذيك اللحظة ما أعرف أقيمها مظبوط، بس كنت تحس بأنه الناس يعني كلها كان عندها حلم إنه ترجع على فلسطين بأي طريقة ما، وكل الناس شغلتها وعملتها بس يسمعوا أخبار الثورة وين صارت وشو هي الأمور اللي عم بتصير. واللي كان مرصود درك بالمخيم كان يعني فيك تعتبره زي الواقع اللي لسه موجود، انه يعني نظام ديمقراطية على اللبنانية وأداة قمعية على الفلسطينية بشكل عام، زي ما هو حاصل لسه بنفس الطريقة وبنفس الوقت. ما بعرف اللي بحسه بانه الناس يعني لما اجت الثورة على المخيم الناس كانت بفرحة ما إلها حدود، لأنه الناس كانت تشوف الفدائي هذا هو فدائي بيقدر يشيل بناية بإيده، بيقدر يشيل جبل من محله، بيقدر هذا بيرجع فلسطين، هذا بيرجع لنا كرامتنا، هذا بيرجع لنا أرضنا. وكانت الناس يعني بحالة ذهول لما دخلت الفدائية على المخيم، بحيث انه كانت فرحة لا تصدق بهذاك اليوم. يعني او الايام اللي خرج فيها الدرك من المخيم ودخلت فيه الثورة مكانه. يعني
هو عشان الواحد يذكر التفاصيل، لكن الحقيقة انه بعد يعني لازم يحكم على الواحد المسألة بشكل عام وبعدين يدخل فيها بالتفاصيل. أنا بقول دائما مشكلتنا إنه إحنا فلسطينيين، وإنه إحنا يعني مشكلتك مربوطة بأرضك المسلوبة منك، أي إنك مرتبط دائما بحالة صراع مع إسرائيل، وبحالة صراع مع إسرائيل واللي خلف إسرائيل، واللي بحالة صراع مع الناس اللي واقفين مع إسرائيل ضد واقعك. فبالتالي الفلسطيني دائما مستهدف بأرضه، أو استهدف بأرضه، بعدين مستهدف بمشروعه الوطني، مستهدف بمكان إقامته، مستهدف بحياته. يعني الثورة هاي كانت عنوان للاستهداف، وبالتالي وين ما تحط رحالة كان المكان اللي تحط فيه رحالة كان يتعرض للضرب والحرب على طول. اللي أنا بقوله إنه يعني الثورة إذا كانت انطلقت بال 65 صح، لكن إحنا عندنا يعني كان في بال 67 مع أو 68 أول 68 معركة الكرامة، مع إنه ما كانت معركة ضخمة على المستوى يعني إنه إقليمية، لكنها المعركة رغم صغرها لأنها شكلت مرحلة للشعب الفلسطيني، شكلت تحول حقيقي بتاريخ الشعب الفلسطيني، بحيث انه صار كل الشباب الفلسطينيين صار امل هاي الثورة، امل هاي الثورة عن طريق ابشر التحرير. فصارت الشباب الفلسطينيين من كل المخيمات تزحف على اماكن تواجد هاي الثورة. لكن بالتالي الحقيقة انه هن بعد نهاية المعركة انه ادركوا الامريكان انه لازم يسلمونا لناس تانيين، فسلمونا للنظام الاردني، عمل اللي عمله، دبح فينا والباقي هرب. كانت هي مقدمة لتحول الثورة ونقلها إلى لبنان. وأنا برأيي الشخصي إنه يعني إحنا ذبحونا بالأردن، أما السماسرة السوريين أخذونا من الأردن كبونا بلبنان، عرفت كيف؟ واشتغلوا فينا على أطرافنا، دخلوا بأطرافنا ليدخلونا بأتون الصراع اللبناني يعني. ومن ضمن هذا الرؤية اللي أنا بشوفها بأنه جرينا لأشياء إحنا كنا بالأساس بغنى عنها، لأنه ما أدركناش إنه الطرف الآخر اللي راح يصادمنا لاحقا بلبنان وين مشروع واقف ومع مين مرتبط واقف وكيف ممكن نتجنبه، عرفت كيف؟ لا إحنا سمعنا كلام ما بقولش إنه إحنا غلطانين وإنه الطرف الآخر كتائب أو قوات لبنانية أو غيره على حق، لكن بقول كمان إنه المسألة الأساس ما أدركناش بإنه في نظام قاعد شغلته، او النظام السوري شغلته الوحيده انه يسحق مشروعنا الوطني على طول الخط، وممنوع احنا نرفع راسنا ضمن رؤيته هو، وبالتالي انه عنده رؤيه اشمل واوسع بالنسبه للبنان والقضيه الفلسطينيه بالنسبه لنا. بالتالي كان يعني هو ادخلنا على لبنان، سلحنا بلبنان او ساعد بالتسليح بلبنان ليصل لمرحله معينه هو كان عايزها، هو كان يشوفها. احنا اصطدمنا او الجيش اللبناني حاصر المخيمات الفلسطينيه كمرحله اولى سنه 73 بناء على نظرته انه الفلسطينيين اخلوا بالتوازن، اخلوا بالتفاهم الموجود معاهن، لكن بالحقيقه هذا كان جزء من لعبه اكبر، جزء من مشروع اكبر. فالمهم اللي انا بتذكر هذيك الايام بانه الجيش اللبناني قام بمحاصرة المخيمات لفترة لا بأس فيها، وحدثت فيها شوية مناوشات، الا انه الضغط السوري بهذيك الايام منع الجيش اللبناني من انه يدخل المخيمات ووقف على حيادها، وبالتالي خرجوا اول مرحلة عملوا ما سمي لاحقا بملحق مالكارت، اللي هو ملحق إضافي لاتفاقية القاهرة كانت معقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة اللبنانية بالقاهرة، أو ما بيسموها اتفاقية القاهرة. هاي المرحلة من 69 لحد 73 للصدام الأول مع الجيش اللبناني هي اللي شكلت التحول الثاني اللي حصل بالمخيمات، بأنه تنظمت الناس أكثر شوي، صار في تنظيمات أقوى شوي، دخل شوية سلاح أقوى شوي، لأنه الفلسطينيين صاروا على حالة خوف إنه الصورة اللي تكررت بالأردن تتكرر مرة ثانية بلبنان. يعني كان صارت الناس مدفوعة، يعني مكرها أخاك لا بطل، إنه بدي يسلح نفسه زي ما حاصل إسا يعني بلبنان. الفلسطيني بلبنان بحالة خوف،
شايل البارودة، لأنه بحالة خوف من كل إشي ممكن بكرة تنفجر هاي الطائفة معك بكرة تصير عليك، هاي الدولة معك بكرة تصير عليك، هاي مش عارف شو معك تصير عليك. بهذيك الفترة الفلسطيني لما شاف الجيش اللبناني حاصر المخيمات، لأنه يعني صورة الأردن كانت بعدها صورة قريبة، ما كانتش سنين طويلة، شعر بأنه لازم يظبط حاله أكتر، لازم يتنظم أكتر، لازم يفوت سلاح أكتر، لسبب بسيط إنه هو مش فوق السلطة اللبنانية زي ما بتخيل الناس، من خوفه من السلطة اللبنانية وأطراف الموجودة داخل السلطة اللبنانية أدت بأنه يفكر إنه كيف يشيل سلاح بشكل أفضل لحتى يواجه احتمال ما واجهه الفلسطينيين بالأردن. أنا اللي بقوله إنه يعني دائما في بالسياسة بيسموه كسر الاتجاه، أي إنه كيف ممكن أنت يغيروا لك اتجاهك ومعرفتك، يفرجوك شيء واللي يصير على الأرض شيء تاني. بالرغم إنه يعني لو الإنسان بتصور مثلا لما بدأت الحرب الأهلية بلبنان بتصور إنه حادثة عين الرماني إنه هي حادثة زي ما بيصوروا بالإعلام، كانت حادثة عابرة وإنه إجت بشكل فردي وإنه شغلة ما كانش مخطط لها. أنا بقول لا، هذا الكلام ما سليم. بهذيك الفترة كانت أو ما سمي من الناس اللي بيشدوا أنصارنا على الدولة اللبنانية كتائب أو غير كتائب، وكانوا بقمة الجهوزية أو التعبئة النفسية والإعلامية ضدك، وكانوا يشوفوا بأنه إنه أنت بوجودك داخل المخيمات مع ما كان موجود من الأطراف من الحركة الوطنية اللبنانية هو نقيض لوجود أو نقيض للناس اللي حاكمة لبنان ومستفيدة من لبنان، وبذلك يعني كانوا هن عم بدوروا على منفذ أو أي طريقة معينة بحيث إنه يرجعوا الفلسطيني لحدود اللي هن بيشوفوها مقبولة بالنسبة لهم كحد أدنى، وبالتالي حطوا علينا شماعات إنه يابا إحنا الفلسطيني كان عم بتجاوز وكان يشيل بارود يطلع بالشارع أو بيهدد لبناني أو كذا. أنا ما بقول إن هالمشاكل ما كانتش تحصل، لكن مش ممكن إنه إحنا نقول إنه حرب طاحن أهلية تكلف 200,000 قتيل كان سببها واحد طلع على شارع حمل بارودي أو واحد راح ضرب واحد لبناني أو غيره أو غيره. هذا مزبوط، هي كانت حالات فردية ممكن تصير، لكن الحقيقة إنه كان الوضع السياسي على الأرض بلبنان جاهز بأنه قابل للتفجير بهذيك اللحظة، وأنه كانت الأطراف الدولية اللي مؤيدة لإسرائيل والأمريكا ولمشاريع أمريكا بالمنطقة كانت مؤيدة بأنه يخوضوا حرب ضدك، لأنه كان أنت ممنوع تقوى بالأساس. لكن الإنسان البسيط أو ذات الرؤية كانت خيال أنه زي ما قالوا أحداث فردية وكذا. المهم إحنا يعني اجت عملية البوسطة فجرت كل الحالة النفسية والإعلامية التعبئة اللي كانت موجودة عند كل الأطراف بهذيك اللحظة، بحيث إنه يعني اجت حادثة عين الرماني ثاني يوم انفجرت الأوضاع بشكل عام، لأنه كانت جاهزة إنه تنفجر الأوضاع بشكل عام. وبهذيك اللحظة أنا بقول يعني كان في الأطراف اللاعبين الإقليميين كانوا جاهزين إنه أو عم بيحضروا الطبخة كيف إنه هن اللي بده يدخل على لبنان عشان مشروعه، اللي بده يدخل على لبنان عشان يحطمك، اللي يعني فكانوا مستفيدين من هذه الظروف كلها إنه تصير في حرب أهلية بلبنان. وطبعا احنا بتل الزعتر بما انه المخيم كان واقع ضمن المناطق النفوذ او ما سمي بالنفوذ المسيحي، طبعا لانه حتى بداية الحرب الأهلية ما كانتش يعني حرب مسيحية إسلامية أو غيره، لكن المناطق اللي كانت مسيطرة عليها الكتائب هذيك الأيام كانت تل الزعتر ضمن هاي المناطق، وبالتالي كان أكثر المخيمات أو المخيمات اللي كانت موجودة جنبه اللي كان متعرض أو ممكن يتعرض لحالة صعبة مع محيطه يعني، ويتحمل عبء الحرب أو المعركة اللي صارت أول جولة وثاني جولة وثالث جولة من حرب الأهلية اللبنانية. اللي أنا بعتقده اللي بشوفه إنه يعني بعد أحداث البوسطة صارت شوية مناوشات ورجعت وقفت شوي صغيرة، لكن كانت الأمور عم تسخن وبدأت الرحلة الصعبة تبعت المخيم تل الزعتر. كيف بدأت صعبة؟
بمعنى صار التواصل مع محيطه الفلسطيني الآخر شيء صعب. الفلسطيني صار صعب انه يطلع مثل الزعتر يروح مثلا على أي مخيم تاني، أو اللي يصل الأكل أو التموين أو الطبابة أو التعليم أو غيره بشكل أدق. يعني بدأت محاصرة المخيم بشكل تدريجي من يوم أحداث عين الرماني لحد وظلت مناوشات، معركة تخف ومعركة تروح، وبعدين وقف إطلاق النار وبعدين غيره لحد 76 اللي هي كانت الجولة الحاسمة والأخيرة اللي تم فيها إسقاط المخيم وإخراج الناس منه. يعني أنا اللي يمكن أول يوم بدأ الحصار تل الزعتر أو الحصار الأخير لإسقاطه يمكن عمره 14 سنة أو هيك، 14 15، بس زي أي ولد يعني كان عايش بالأول حالة إنه ينام بالملجأ كل يوم وملاجئ يعني حالة يرثى لها فيها، والعالم كل يوم وهي شايل اغراضها وتهرب على الملاجئ وتشيل اولادها من القصف من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون. الا انه يعني كانت الناس صارت شبه بعد سنة تقريبا من الحرب الجولات وقف اطلاق النار وجولة جديدة، لكن كانت صارت الناس تقريبا انه صارت مبرمجة حالها على هذا الوضع لحد ما بلشت الجولة الأخيرة. طبعا الجولة الأخيرة قد ما الإنسان يوصفها لا يمكن يستوعبها حقيقة، لكن الواحد لو بشوف يعني فجأة كيف بدي أحكي الواحد يعني أول يوم مثلا بلش في حصار المخيم، تخيل أنت مخيم لا تتجاوز رقعته كيلومتر واحد ينزل عليه 20,000 قذيفة، يعني إيش بده يكون فيه يضل فيه؟ مخيم لا يتجاوز مساحته كيلومتر واحد أو كيلو ونص متر بينزل عليه 20,000 قذيفة بيوم واحد متعددة الأشكال. بدك تتخيل الصورة اللي كانت بهذاك الوقت اللي الناس شعرت فيها خلال أول يوم بس، وثاني يوم نفس العملية، وثالث يوم نفس العملية. بدأت الناس أدركت الناس إنه هي معركة نهائية يعني حول المخيم، أما بيتم إسقاطه وإجلاءه زي ما تم إجلاء المخيمات الصغيرة اللي حواليه زي مخيم جسر الباشا ودبي وهي المخيمات، وأما المخيم بيقدر يسمو بيخرج منها. واللي أنا بقوله إنه يعني بهذيك المرحلة خلص كان في قرار بإخراج الناس من المخيم، عارف كيف؟ بالقوة يعني كان في قرار، بديش أقول يمكن بس حتى كان في قرار عربي بإيقاف الحرب الأهلية اللبنانية عن طريق خلق خط تماس فاصل بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية، وبالتالي كان تل الزعتر جزء من الحجرة العثرة الأساسية بالنسبة للعرب، فكان مطلوب إخراجه، عرفت؟ ومن هذا المنطلق كانت وحشية الهجمة على المخيم، بحيث انه يعني الوحشية ترافقت مع قطع التموين، مع قطع امدادات الطبية او امدادات للناس اكل ومشرب وطبابة، وايقاف كل حركة اشكال الحياة الاجتماعية والتواصل مع الناس. فاولا يعني كان تم حصار المخيم حصار مطبق على الاخر. اثنين، كانت القناصة موجودين على معظم البنايات المحيطة بالمخيم، بحيث انه اي واحد بيرفع راسه او بخرج خارج اطار المخيم لو 100 متر كان بكل رصاصة بينام فيها. المهم اللي بتذكر بهذيك الايام بانه فعلا يعني كانوا 56 يوم، لكن كانوا 56 يوم كتير صعبين على الناس، بحيث انه كانت الناس عندها معاناة يومية مباشرة ما فيش نقص بالمواد الطبية، ما فيش دكاترة فعلا بالشكل اللي يستطيعوا ان يسحبوا جرحى، ما فيش امكانيات طبية اصلا يسحبوا الجرحى. كان المخيم فيه دكتور او دكتورين، وهذا الشيء مستحيل لعدد سكان تقريبا 20,000 نسمة او 30,000 نسمة، لانه كمان بالمخيم كان في لبنانيين معنا يقدروا انه يعالجوا حالات من شدة القصف النازل على المخيم على مدار النهار. والناس يعني بشكل عام حاولت تدافع عن نفسها انه يعني في هجمة، وانه هاي الهجمة راح تؤدي لمذابح فيما لو الناس لو قدروا يفوتوا على المخيم.
وحاولت الناس بكل جهدها بظروفها الداخلية وإمكاناتها الداخلية تدافع عن نفسها، لكن الهجمة كانت أكبر والقرار كان أكبر من هيك، والعملية كانت أوسع وأشمل، بحيث إنه كان مش بس فيها كتائب، فيها كمان سوريين، وفيها يعني فيها كتير قوى كلها مشتركة على إسقاط هذا المخيم. وما بعرف أقوله، يعني الناس حاربت ودافعت، لكن كانت عبارة عن بطولات فردية كانت الناس تمارسها لحاول تدافع عن نفسها فيها وتدافع عن أهلها فيها. لكن النتيجة كانت فعلا نتيجة مأساوية، إنه المخيم يعني لما سقط بأيديهم قتل آلاف الشباب بيوم واحد أمام أعين أهاليهم. ناس سحقوهم بالسيارات، ناس ربطوهم بالسيارات وقسموهم شقفتين، ناس قتلوهم قدام عيون أهلهم، أمهم وأبوهم. شيء يعني بتشعر وكأنه القيامة قامت، إنه هاي الناس ما في بقلب الرحمة، ما في بقلب أي حالة عاطفة، ما في بقلب الإنسانية، بحيث إنه عم بقتلوا البشر زي ما عم بقتل الحيوانات. حتى الحيوان الإنسان لما بقتله بتألم له. بشعر الإنسان بهذيك اللحظة إنه يعني مش معقول إنه يكون واصل الحقد بالناس لهي الدرجة. الناس قاست وصعبت وما كانت مدركة إنه اللاعب الأكبر هو اللي كان آمر بهذا الشيء، أو موافق على الأقل بهذا الشيء، وإنه إسقاط الزعتر ما كان مسألة محلية زي ما بتخيلها، كان فيها قرار عربي، وكان فيها يعني بالأخص على الأقل بديش أقول يعني مشاركة فعلية سورية، إنما كان في موافقة ضمنية سورية على إسقاط المخيم. وبالتالي ظلت الناس تقاوم. واللي الحقيقة اللي كسر ظهر الناس وأسقط المخيم مش زي الناس ما بتتخيل، إنه القوة العسكرية تاعت الكتائب أو غير الكتائب أو النظام السوري. القوة الحقيقية اللي أسقطت المخيم هو عامل الأكل والشرب والمي النقص الموجود داخل المخيم بين الناس، بحيث الناس إن آخر كم من يوم ما عادش في إمكانية، لا في أكل ولا في شرب ولا في مي ولا في أي شيء. يعني ما عادش في دافع، ما عادش في قادر للناس إنه تصبر أكثر من هيك. الناس بدها تشرب مي، الناس بدها تاكل، الناس بدها تشرب، ما عادش في مجال، فخرجت الناس. هذه الطريقة الحقيقية اللي سقط فيها المخيم، لا قدروا يفوتوا لا كتائب ولا غير كتائب ولا غيره. يعني أنا اللي بحب أقوله، ويمكن لأي واحد فلسطيني بيسمعني أو بيسمع هيك شغلات، بأنه دائما يتذكر فلسطين وأنه هو أزمته الرئيسية والأساسية أنه هو فلسطيني. طالما أنه فلسطيني هو مستهدف دائما من أي محيط معادي له، وبالتالي مستهدف بحياته، بأكله، بشربه، بتعليمه، بلبسه. إحنا بالزعتر كنا الصورة المصغرة الحقيقية عن واقع الشعب الفلسطيني بالكامل، لأنه كنا قاعدين بقلب إيد الكماشة كلها أو بتم الأسد نفسه. قلنا لما سقط المخيم سقط بفعل نقص، انه ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش طبابه، ما فيش شو اللي صار؟ اللي صار انه انقتلت الناس بشكل وكأنها حيوانات، انقتلت الناس بشكل وكأنها ملاش سعر. وهذا هو الفلسطيني اللي بيتعاملوا معه العرب على انه ما قالوش سعر، ومعلش يموت منه الافات، ومعلش يموت منه 10,000، ومعلش يندبح، ومعلش يتنكل فيه، ومعلش يجوع. ما هو فلسطيني يعني بيقدر يستحمل هذا، يستحمل كل يوم 100 قتيل و200 قتيل و300 قتيل. مع انه انا بتذكر هذيك ايام اللي كنت صغير، الشباب الصغيره اللي كانت ماتت هيك، يعني صوره فعلا محزنه على انه الفلسطيني هذا الثمن دفعه. المهم يعني بقول انه انا ليله سقوط المخيم الناس ما عادش في عندها مجال تضلها موجوده، وخلص تطلع لانه انفلتت المساله، الناس بدها تاكل بدها تشرب، فبدات الناس تخرج. وصار اللي صار، كل الناس تعرفوا انه المجازر اللي حصلت، وبقي شوية ناس داخل المخيم، أفراد من عدة تنظيمات من ناس تجمعوا وقرروا إنه ما يسلموش سلاح اللي يطلعوا بالجبل. أنا كنت من بين هاي الناس، كوني كان أخوي كان مسؤول بهذيك اللحظة، وكنت أنا صغير فبقيت معه وخرجت مع اللي خرجوا بالجبل. وفعلا مع إنه المسافة لو قست المسافة ما طويلة، إلا إنه
يعني احنا كانت عدوا عدد الناس اللي كانت موجودة داخل الدورية كانوا تقريبا 106، لكن اللي وصل مش أكثر من 40 واحد منهم أو 50، مش ذاكر بالضبط العدد. والباقي كله إشي انقتل بالطريق، إشي ضاع، إشي يعني من صعوبة الطريق وصعوبة إنك تصل تقطع هاي المسافة لحد ما خرجنا من أو وصلنا للمناطق اللي يسموها المناطق الآمنة. اللي مش قادر الاقي تفسيره بس بسيط، انه انا ليلة سقوط الزعتر يعني كان المفروض انه قوات الامن العربية اللي كانت صارت واصلة على بيروت انه تتوجه لمداخل المخيم، او حتى تستطيع اخراج الناس او تلاقي طريقة لنقل الناس او تلاقي طريقة توقف الامور. تفاجأت الناس انه بدل قوات الامن العربية كانت بانتظار ان المسالخ والذبح والتنكيل وعلى ايدين الكتائب، ولاننا بينكروها هذا الشيء، بس هذا الشيء حقيقة واقع، الانسان لا يمكن انه ينكر التاريخ واللي حصل بتل الزعتر. المهم بدأت المذابح يمكن على ما اظن من الساعة تقريبا 6 صباحا حتى الساعة 2 الظهر، والتنكيل ماشي على كل أي طريق خرجوا منه الفلسطينية. ونفسي أنا شفت صورة لا يمكن أنساها، صورة الجثث وهي مرمية قدام الجامع تبع المخيم بعد ما تم قتل كل الشباب هناك، وجثث كان عدد يعني عدد فظيع. إذا ما قيس بمساحة الساحة قدام الجامع، كانت ساحة صغيرة مش ساحة كبيرة، وكانت الجثث فيها مرمية بشيء فظيع يعني قدام الناس. يعني الناس كان أهالين يتفرجوا على أولادهم كيف انقتلوا، وهدول اللي ضنا عمرهم كيف انقتلوا بكل سهولة هيك طق 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 طق، يعني شيء فظيع. واحنا بقينا بالمخيم للمساء، والمساء بس نزل عتمت الدنيا خرجنا من المخيم. وفعلا كانت الطريق كتير صعبة لحد ما وصلنا، بحيث انه اكثر من مرة اصطدمنا بكمائن ومواقع وحواجز وما بعرف شو. المسافة هناك حتى مداخل عليه لا تتجاوز يمكن 10 كيلومتر، الا انه استغرقت ايام من صعوبتها. والدورية كان فيها تقريبا 106، اكثر من 50 واحد انقتلوا. وفعلا الواحد لو بيرجع التاريخ شوي بيشوف هاي صورة السنتين اللي مرت على تل الزعتر، فعلا لا يمكن ينسوا من ذاكرة أي بني آدم عاش هذيك اللحظة. أنا بتذكر يوم ما سقط المخيم أول شيء الصبح، كنا بإدارة العمليات أو غرفة العمليات، كنت أنا نايم، فإجا سلمان كان هو قائد المنطقة، قال لي قوم قوم قوم. قمت وفيق النايمين كلياتهم، قوموا قوموا قوموا. دخلوا الكتائب على المخيم وطلعنا من غرفة العمليات، تقريبا كنا شي 20 واحد. وبعدين اجى اخوي محمد بسرعة، ما كانش بغرفة العمليات، مش عارف وين كمان معه شي 10. وبتذكر صرنا تقريبا 30 واحد. ف كان معنا يعني بتذكر ابو عرب، محمد حمدان، وسلمان، عبد المحسن، نبيل معروف، عدد يعني اذا هلا بتذكر شباب من خيرة الشباب اللي كانوا يشتغلوا يعني بالحركة وهيك شغلات. وبعدين صاروا رحت الدورية تركض بسرعة لوين كان في مش عارف مين حكى انه في مجازر بقلب في ذبح بقلب الجامع، انه وصلوا على الجامع عم بيذبحوا بالناس. فركضت كل اللي كانوا بالدورية على الجامع، وفعلا كانت صورة مريعة زي ما هلا حكيت. المهم بس احنا ما قدرناش نطلق الرصاص، لانه كانت الناس الناس كانت عم تخرج، وكانوا واقفين بين الناس وعم بيمشوا الناس بيناتهم. وبالتالي لو انت بدك تقتل اي واحد رح ينقتل قبالنا كثير نسوان واطفال وهيك شغلات. واللي بتذكر انه تجمعنا بمنطقة قريب من مدرسة بيسان، وكنا تقريبا هذا الكلام الصبح بكير شي الساعة 7-8، كنا شي مش أكثر ب 30 أو 35 واحد.
وبعدين كل اللي كانوا على المحاور وبعدين يعني بأماكنهم وصلوا لنا، وصار يتجمعوا الشباب شوي 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 حتى صار العدد يعني أكثر من 100. وبتذكر لحد هلا يعني بحدود يمكن الساعة 12 أو 1 الظهر كانوا الكتائب صاروا واصلين لنص المخيم لقدام دكانة عبد الله عيسى الله يرحمه. يعني هناك اشتبكنا مع منيح، وبعدين عملوا مربع ناري حول يعني زي حزام هيك، وقعدوا يفكروا كيف ممكن انه بده يطلعوا بالجبل. فبعتوا ناس زي دليل انه بالاول يروح باتجاه نهر بيروت، يعني يشوف اذا في بنهاية الطريق امكانية انه يمشوا، وناس راحت نهاية الطريق. وبعدين على ما اظن انه كان الارجح كان راي اخوي محمد انه يطلعوا ديريكت باتجاه دير مروكس. وبعدين مش الساعة 7 8 جمعونا. اول شيء كانوا عاملين حزام بانه كل بيت فيه حاطين 2 3 2 3 هيك منطقة مربع مظبوط. وشي الساعة 6 7 جمعونا كلياتنا قدام بالترتيب، يعني قدام من عند مدرسة بيسان تقريبا لدكان عبد الله العيسى، وعلى الكل فهموه بالضبط انه شو بدي يصير معه، انه رح نطلع بالجبل والدورية مقسمة على مراحل. بهديك اللحظة كان اخوي محمد اول واحد ماشي بالدورية، وكان راس الدورية على الاخر، وانا كنت وراه بالضبط واقف. يعني كانوا عاملين الدورية مثل سهم هيك، وكان في شاب اسمه ابراهيم سعيد كان على الشمال او على اليمين، وشاب اسمه احمد فريجي، وكان في معنا سلمان كان ديريكت كمان معنا حدنا، وعبد المحسن، كلهم كانوا براس الدورية قدام. ومشيت الدورية لراس المخيم تقريبا لمنطقة البرج العالي، وبعدين نزلنا بالوادي، طبعا وادي دير مروكز. والدورية يعني محمد اختار الطريق بدل ما يروح ديريكت على المنصورية، اختار طريق بانه يروح بعمق المناطق لجوا هيك، يلف من ورا دير مروكز. ومشت الدورية لحد ما وصلنا تحت دير مروكز، كان صار الضوء طالع، فتخبينا بالوادي تحت. طبعا وديان شديدة الكثافة، هناك الشجر وغميقة كتير، فقعدنا طول النهار هناك. وهذاك اليوم أول ليلة ما صارش معنا شيء، سواء إنه كنا نلاحظ إنه يعني في حركات شمال يمين وأصوات مدفعية وكذا، بس لكن ما صارش معنا شيء لهذيك أول ليلة بالضبط يعني. وسوى مشاكل بسيطة، يعني مش مشاكل بسيطة بس كان في العدد كان كبير ومزروق بزاوية واحدة، وكان في ناس أكيد يعني الله يرحمه علي سالم سلمان ما كانوش صحبة، كانوا ممكن يتناقروا بسرعة وأشياء زي هاي. كان هذا بسيطة لحد ما صارش معنا شيء. تاني يوم بالليل مشيت الدورية ومن خلف دير مروكز، قطعنا دير مروكز ورجعنا نزلنا بالوادي المقابل لمنطقة المنصورية. وتحت بالوادي هناك اصطدمنا بأول كمين، كان بتذكر في شارع اسفلت هناك تحت. طبعا انا ما شفته لما حدش اشوفه، بس اللي كان اخوي محمد كان على راس الدورية اشتبكوا معنا، اللي كانوا على راس الدورية اشتبكوا معنا واشتباك قوي، ومن شدة الرصاص والطخ والهيك الناس اللي كانت ورا خرجت يعني هربت بسرعة من قاع الوادي لطلعت على الجبل مرة تانية. فلما رجعنا على الوادي محل قالوا انه رجعوا على الوادي محل ما رجعنا، محل ما كنا اول يوم كان في عدد ضيعناه. هو شرد من معركة وصار معه ما عارف، ومن اخوي محمد يعني اعتقدنا اول شيء انه مات لانه كان على راس الدورية وهيك. فضلنا لتاني يوم. تاني يوم رجعنا على نفس الطريق، مرينا من نفس الطريق تقريبا، قطعنا منطقة المنصورية
منطقة ما بين دير المروكز والمنصورية، ودخلنا بمنطقة المنصورية. وهناك على ما أظن يعني دخلنا بشغلة كانت غلط على الآخر، يعني كان دخلنا بثكنة تقريبا للجيش اللبناني، إحنا مش حاسين مش عارفين ما كانت، لكن الناس عشان كانوا جوعانين وحالة حالة وما كانش في حدا بيعرف هاي المناطق مظبوط، ففتحوا علينا النار شمال ويمين. يعني لحظة، أو كانت لحظة جهنمية على الآخر، لحد هلا بتذكرها كانت قديش صعبة. إنه أنت تفوت بقلب نادي الضباط تبعن وأنت مش عارف، يفتحوا عليك النار من كل الملات دفعة واحدة. في جزء تمكن إنه يعبر وجزء ضاع. اللي تمكن إنه يعبر الشارع العام وعبر النادي هذا، وانا كنت مع اللي عبره، لانه كنت من راس الدورية تقريبا، فعبرت مع اللي عبره، والباقيين ضلوا ورا. رجعوا على منطقة الوادي، هذول ما عرفناش شو صار معن تقريبا، لأنه هذول كانت تعداد إنشاء 40 واحد. إحنا كنا تقريبا بين 40 وال50 اللي قطعوا الجزء الأول، ونزلنا على منطقة المنصورية. ضلنا نمشي لحتى طلع علينا الضوء. احنا بمنطقة القناطر، بسموها القناطر. وهناك كمان رجعنا تخبينا داخل جورة صغيرة، يعني بتذكر الجورة ما كانش تتعدى 5 امتار أو 6 امتار، أكثر من 30 واحد، وكانت كتير مغطاية بالبلان وهيك شغلات. نزلنا تحتها مثل يعني أنا اللي لقيتها هاي، نزل على بنزل من تحت، فلقيتها منطقة كتير معششة، ومن فوق الواحد بشوفهاش إنه هي مثل الهول. فقلت له سلمان تعال شوف هون، فقال أوكي تعال نقعد هون. فقعدنا فيها تقريبا للمساء، وكانت الفلاحين أصحاب البساتين هناك نسمعهم إنه عم بيحكوا رايحين جايين من حدنا، وإحنا يعني بس نفس ما في، يعني نسمع نفس، مع إنه كان في معنا جرحى 2-3 انجرحوا. وضلينا قاعدين للمساء. المساء بالليل رجعنا مشينا مرة ثانية، واتجهنا من جنب النهر، مشينا مع النهر يعني تحديدا باتجاه علي. وحتى أنا بتذكر إنه وقعت بجورة، يعني شيء لا يصدق. وقعت بجورة وكانت الجورة كلها بلان، شلخت شليخ من تحت لفوق، أكل لي جسمي، حتى شالوني هيك يعني. المهم مشينا مسافة بحدود مش متذكر بالضبط، حدود 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر. وكان سلمان عم بيحكي مع الجبل إنه وين إحنا. فبعد فترة بسيطة الجبل قالوا له إنه يعني أنت مش عارفين نحددك أنت وين، لكن إذا كان تحديدك مظبوط، في عندك بستان ليمون، وهذا بقلب البستان الليمون في غرفة، بقلب الغرفة في مولد كهرباء. إذا لقيت هدول نعرف أنت وين بالضبط، ويكون مظبوط التشخيص. دورنا عليه، دورنا لقيناهم فعلا، مش كانش صعب يعني. كنا أصلا إحنا موجودين بالبستان، وقفش سلمان قال هيك دوروا لي بالبساتين هدول إذا في شي غرفة فيها مولد كهرباء وفيها كذا. وفعلا لقيناها الغرفة، ولقينا مولد الكهرباء. رجعنا سلمان قلنا لقيناهن، فقال له لقيناهن، فقال له انتوا يعني منطقة كتير صعبة وخطرة، ما فينا نصلكوا على الآخر. انتوا تحت وزارة الدفاع بالضبط، والطريقة الوحيدة اللي احنا رح نساعدكم فيها انه تطلعوا، انه احنا رح نزت كل 500 متر قذيفة بقلب المي، وين ما تنفجر القذيفة تمشوا لعندها، نسحبكم بهاي الطريقة. فالمهم بدأ فعلا زت القذيفة ونمشي المسافة، وين تنفجر الثاني ترجع نمشي المسافة، لحد ما وصلنا لجسر. كانوا هناك ناطريننا على الجسر، يعني كما كانوا ناطريننا ومظبطين حالنا وجاهزين. فأول ما وصلنا على الجسر فتحوا علينا النار من كل الملات، رشاشات خفيفة وثقيلة ومتوسطة اللي بدك إياته. يعني
اللي بتذكر نحن عبرنا من تحت الجسر بالمي، يعني المي كانت لهون هيك، قطعنا من تحت الجسر، اللي قطع واللي ما قطعش كمان ما عرفنا شو صار معه. يعني كان بتذكر معنا شاب نسيت اسمه هلا، كان أكل شظية أو شيء بعيونه، ما كانش يشوف عيونه، كان ماشي معنا يعني بهذيك اللحظة ما ممكن يعني ما أعرف شو صار معه، بس كان الدورية من ورا. المهم إنه جزء منيح ما لقيناهوش. قطعنا الجسر، وبعد ما قطعنا الجسر خرجنا من المي. بعد ما خرجنا من المي مشينا بعبارة مسافة 200 أو 300 متر، وبعدين تخبينا بهاي العبارة تقريبا ساعتين أو 3. بعدين في بتذكر مزبوط في شابين 3 أو أكثر يعني انضغطوا بموضوع العبارة على الآخر، وأجوا بده يطلعوا منها، وصار شوية حكي وصريخ لا تطلعش، بدي أطلع مش عارف مين طلع ما صار شيء، طلعوا الكل. ومشينا مع طرف النهر، وهي منطقة يعني جميلة جدا على الآخر، إذا الواحد بصير منطقة حلوة يعني. مشينا معاها بين الشجر حدود يعني أقل من كيلومتر، وبعدين قعدنا هناك نغسل بالمي ونغسل حالنا وشغلات. وكان معنا شاب كان اسمه أظن ثائر، كان من مرافقين أبو جهاد. كان أول ما وصلنا لهناك فقال إنه لحظة شوي، إحنا تقريبا وصلنا بالمناطق اللي تبعتنا، لأنه شال صخرة هيك فكان تحتها في سردين وخبز. قال إحنا هذا الصخور نخبي أكل وشرب مضادات للدوريات، إذا تضايقت بشيء ياكلوا ويشربوا على الطريق، معلمينا بيعرفوا إنه هاي. وكان في هناك حتى مغارة صغيرة ما ضخمة كانوا يخزنوا فيها الأسلحة الصغيرة، الأسلحة الخفيفة ولا هاي الرصاص كذا اللي كانوا يودوه على الزعتر، أو إذا دوريات احتاجته تستعملوا بهذيك اللحظة، كانوا يعرفوها هن. المهم زاح الصخرة وفعلا زي ما حكى، طلع الأكل وطلع على هاي خبز وهي أكل وهي سردين وهي شغلات، وقدموا لقدام كل 500 متر 300 متر في صخرة زي هيك مظبطين، حاطين حجرتين صغار وحجر كبار عشان يعرفون. واحنا قاعدين هنا اجت الدورية، كمان فكرنا الكتائب كنا رح نشتبك معا، بس على آخر لحظة عرفونا هن وقالوا إنه إحنا عم ندور عليكم، كان جايين من الجبل. المهم بس إن قالوا لنا يعني إنه إحنا لسه مش بالمناطق الآمنة، عشان تعرفوا إحنا بمناطقنا، هن بالجبل فوق إحنا بالوادي، على طرفين الجبل هي مناطقنا. المهم فكان معنا لقينا شغلة كتير مهمة، إنه لقينا شي واحد اسمه أبو جبال، لقينا بالطريق مرمي أو كان متصاور ومخزق معته تقريبا يعني، فشلناه على سلم خشبي مسافة. وبعدين اجى اللي كانوا لقونا بالدورية قالوا انه ما رح نقدر نطلعه من هون لانه كتير صعب والحمل كتير، لكن احنا بعتنا ورا دورية رح تيجي هلا ومعها حمار، يعني يستعملوا الحمار بالجبل بيقدر يشيل خلص انتوا تكملوا الطريق واحنا نترك حراسي هون عليه وبيجوا برضو. فعلا يعني ضل شاب كان طالب، هو مهندس او دكتور اظن، يعني ضل حراسي عليه هو 2، وفعلا نزلوا الكتائب قتلوهم كلهم، الجريح او جبال والثلاثة اللي كانوا يعني معه. واحنا مشينا كملنا لاخر النهار لحد ما وصلنا على منطقة مش عارف شو اسمها، العبيدية ولا أبصر شو، نسيت شو اسمها بالضبط، بس هي منطقة خلف منطقة المونتيفيردي بس بالجبل. بقينا هناك العشية، وبعدين عشية اجت عند السيارات العسكرية نقلتنا على منطقة علاي. كان هناك وصلنا على علاي، كان هناك
أبو جهاد الله يرحمه، ناطرنا وأخذوا معه قيادة المنطقة تاعت وين موجود أبو جهاد، وبقينا عندنا خلاص. ثاني يوم نزلنا على المنطقة الغربية. من اللي ضيعناهن كان أخوي محمد، بعد 3 أيام وصل يعني، وحسب ما حكى إنه كانت الطريق صعبة بعد ما اصطدم معن، وبقي لوحده على الآخر، وضل بقلب شورى هناك أكثر من يوم ولا يومين لحاله. كانت الطريق صعبة، صعب عليه يمرق، فرجع على الزعتر مرة تانية، وعبر من تل الزعتر على نهر بيروت مرة تانية على الخبيط، وطلع من هناك لحد على الجبل. يعني هي أكثر واحد يمكن كانت تعز أخوي محمد، أكلت معه أكثر من 10 أيام.